سؤال من الأخ كريم، ونرجو منك الأخ كريم الاختصار قدر الإمكان، وكذلك الدكتور في الإجابة إن شاء الله. تفضل. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله شكرا وبركاته. لحضرتك يا دكتور على المحاضرة الجميلة ديت وأحب أحط يعني أقول تعقيب وبعد كده أسأل الأسئلة بتاعتي. بالنسبة اتفضل. لنظرية الوفرة يعني حضرتك شرحتها بشكل جميل جدا. أنا الصوت راح، مش سامعك حبيبي. يبدو أننا فقدنا لا، لو الأخ أنت استمعت إليه أخ كريم. أسامة استمع إليه وانقل لي. نعم، ربما خرج من الغرفة. إن كنت في الغرفة أخ كريم، نرجو منك إعادة رفع اليد. نعم، تفضل أخ كريم. أنا آسف يا دكتور، الخط قطع. لا يا نعم تفضل. نظريه الوفره يعني انا ممكن اعقب عليها، اللي هي على المستوى العام على اساس ايه؟ الارض كلها شيء واحد والارض وضعها للانام، لكن نظريه النظره النسبيه هتبقى إيه؟ على شيء جزئي او منطقه جزئيه، فما فيش طب تعارض ممكن بينهم قبل ما لان الوفره. تكمل هقلب لك السؤال. حوار جميل قوي، حتة جميلة قوي. الأرض وضعها الأنام، شايف الآية اللي حضرتك بتقولها دي؟ أنت من نعم. حيث لا تدري أتيت بمشكلة بحلول المشاكل العالمية بالكامل. كل الأرض وضعها للأنام، كل الأنام. اتفضل نعم يا كمل. دكتور، ما هي اتفضل. دي انا خدتها من الشيخ الشعراوي الله الله يرحمه. يفتح عليك. اتفضل لان كمل. هي ديت اساس نظريه الوفره، الارض وضعها الانام، الارض كلها وفره لكل الناس، بس ايه تنقل. وعشان ايه برضو نروح للايه الثانيه، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التعارف اللي هو ايه؟ ال- التعامل والاحتياج لبعضنا، فما فيش جميل. اي خلاف بالنسبه للوفره. وبالنسبه برضو للنظره النسبيه، كل ما كان له نظره نسبيه عشان نحتاج ربنا وعشان نحتاج بعض، فما فيش بالظبط. تعارض خالص. بالنسبه للاسئله، ايه الدليل على نرجو منك عدم أخ صحه كريم تصرف؟ نعم. أخ كريم، نرجو منك الاختصار على سؤال واحد فقط. بارك الله. ما الدليل على عدم صحه تصرف الحاكم في بيع الممتلكات العامه؟ وايه عقوبتها؟ وايه عقوبه التعامل بالربا في الاسلام؟ ولو حضرتك تقول لنا اسم الكتاب بتاع PDF بتاع الاقتصاد الاسلامي لحضرتك، ويحلل التضخم من وجهة نظر اسلامية. وشكرا لحضرتك. ده انت بارك الله مواضيع فيكم أخ كاملة، بس كريم. ماشي هنرد دكتور بسرعة إن شاء الله. دكتور عبد الفتاح دكتور عبد الفتاح، في دقيقة واحدة لأن الوقت عينيا انتهى حاضر. معنا. الله بالنسبة يحفظك. للدليل، الأدلة الشرعية أنا قلتها خلال المحاضرة. أما تحريم أو عقوبة اللي بياكل الربا فأذنوا بحرب من الله. يعني فالأدلة موجودة. كان قايل إيه تاني هو عاوز؟ أنا والله نسيت من كتر ما قال هو. هي يا دكتور أسامة؟ نعم. نسيت هو كان عايز إيه تاني. آه الأدلة هي اتقالت. نعم سعيد. صحيح. فيعني تقدر ترجع لها، موجودة يا سيدي. أما إن ولي اللي هو بيتكلم إنه إيه إنه ما يبيعش أو كذا، قلناها برضو. قلنا سيدنا عمر كانت إيه فكرته؟ هو النظرة لمصالح العباد، هو ده الذي يحكم. يعني أي سلطة حكم في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على فكرة، عشان بس برضو ما حدش يفتكر إن إحنا كوكب لوحدينا. هو الأساس مصالح العباد، ولذلك أينما وجدت مصلحة الناس فسمى شرع الله. يعني الأساس المصلحة العباد. الحاكم دوره يطبق مصالح العباد، لا أكثر ولا أقل. يعني هو مش مطلوب منه حاجة تانية. وشكرا سيدي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دكتور عبد الفتاح. استفدنا كثيرا مما نطقتموه من العلم في هذه الأمسية، فنسأل الله عز وجل لكم الثبات والقبول والبركة في العمر وفيما تحت أيديكم بإذنه سبحانه. وشكر الله للإخوة المتابعين هذا الصبر لآخر هذا اللقاء، وهذا دليل على شدة حاجة طلبة العلم لمثل هذه المحاضرات الماتعة النافعة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يزيدنا علما. في آخر اللقاء يتقدم نادي الاقتصاد الإسلامي بخالص الشكر والتقدير
فضيلة الدكتور عبد الفتاح صلاح على جهوده الواضحة وعلى مشاركته الفعالة في تقديم محاضرة بعنوان إحياء علم الاقتصاد الإسلامي، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يبارك سعيكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وشرفكم الله تبارك وتعالى وأعلى مقامكم. دكتور، إن كان لكم كلمة أخيرة. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعله علم خالص لوجهه، وأن أكون قدرت أقدم الشيء اللي أنا في وسع أن أنا أقدمه، وعلى كل إنسان أنه ياخد ويبني. يعني لو تننا قاعدين وكل واحد منتظر ان غيره هيعمل، مفيش حاجه هتتعمل. لكن الانسان يا ياخد اللي سمعه ده ويحاول يبني عليه. اللي عنده فكره ربنا يبارك له. انا ما نستكبرش ابدا، ولا وبالعكس لما بلاقي واحد يقول لي انا بضيف كذا او انا ملاحظتي كذا، ده كتر خيره، لانه بكده اللي بتسميه تلقح الافكار والموضوع يكتمل، وتبقى ان شاء الله الخير قادم باذن الله. بارك الله فيكم دكتور. اللهم إنا نشكو إليك حالنا، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم إنا نشكو إليك جثثا تفحمت وأشلاء تطايرت وأنفسا انتزعت. اللهم إنا نشكو إليك نساء رملت وأطفالا يتمت وأرضا اغتصبت ومحارما انتهكت. اللهم إنا نشكو إليك أكبادا جوعت، وأنت يا الله لا يغيب عنك آنات الباكين. اللهم يا من يسمع أصواتهم تحت الأنقاض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن روعهم، اللهم نج المسلمين في فلسطين، اللهم آمين. ثبت أقدامهم، اللهم آمين. أنزل السكينة على قلوبهم، آمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. يا آمين. الله أرنا في الظالمين عظيم بأسك، اللهم اللهم انتزع آمين. أرواحهم، اللهم امسخ جلودهم، اللهم آمين. اصنع بما صنعت بآبائهم الأولين. اللهم آمين. أرنا فيهم عجيب قدرتك، اللهم آمين. خالف بين كلمتهم وقلوبهم، اللهم اهزم أعداءك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.